النهارده ان شاء الله هنعمل اصناف حلوه قوي قوي هتعجبكم ان شاء الله. ممكن تاخدي صنف ولا اتنين وتعمليهم، وممكن لو عندك عزومه كده تاخدي الاصناف دي كلها وتعمليها. كلها حاجات سهله وبسيطه، وهبسط لكم كل حاجه زي ما اتعودتوا مني ان كل وصفاتي سهله وبسيطه. ما كانش عندي عزومه بالمعنى المفهوم، بس اخواتي كانوا جايين لي وكان لازم طبعا اقوم معاهم بالواجب. ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلها عمار ويخلينا لبعض يا رب ويحببنا في بعض كمان وكمان. هنخش على الفيديو واقول لك كل حاجه بطريقه سهله وبسيطه. وعايزه اقول لكم ان بكيلو لحمه مفروم بس عملت كذا صنف منه، طلعت كذا صنف منه، وشويه حاجات كانت عندي في الفريزر طلعتها وعملتها. عشان كده يا جماعه بقول لكم التفريزات الناس اللي معترضه على التفريزات، انا بالنسبه لي منجزه. يعني مش قادره اقول لكم قد ايه بتسهل وبتبسط وبصوا حاجات كتير. يلا نخش على الفيديو ونسمي بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه معايا هعملها هي عصاج المفروم، لان كل الوصفات او اغلبيتها يعني هستعمل فيها العصاج. فهبدا بيه. جبت الحله وحطيت فيها الماده الدهنيه اللي انت تحبيها، زيت، سمنه، بصوا اللي انتوا تحبوه. حطيت كميه حلوه قوي من البصل، عندي كيلو واحد لحمه مفروم زي ما قلت لك، نصين اهم طلعتهم. يلا بقى قلت ايه مش خساره بقى، خليني ايه اقوم بالواجب. فبصوا انا البصل بحط كميه محترمه زي ما قلت لكم، بشوحه مش بحمره ولا اي حاجه، وبعد كده بنزل بيه بالعصاج، ولما لونه بيغير او بنزل بيه باللحمه المفرومه يعني، ولما لونه بيغير رحت كان عندي ايه حته صغيره زي ما انتم شايفين كده فلفل الوان في الفريزر، طلعته ان شاء الله بجيبه وافرز تاني لانه بينفعني قوي قوي. وكمان جبت حوالي 3 طماطميات كده ورحت ضرباهم في الخلاط. ليه بحط طماطم او صلصه على العصاج؟ علشان تمسك معايا، مش عايزاها جوه الحشو تبقى مفرفطه، يعني ايه يعني تمسكي الحشوه تقع منك ماشي، فالطماطم بتمسكها. وحطيت التوابل بتاعتي ملح، فلفل اسود، كزبره، بابريكا، بهارات لحمه مشكله، وبلح جوز الطيب، وهسيبها بقى تتعصج مع بعض ونخش على البشاميل على طول. الحله بتاعتي فيها سمنه، انا حطيت سمنه، انت حابه تحطي سمنه على زيت براحتك، انا بحب احط السمنه البلدي علشان بتطعم البشاميل. وبحط الدقيق يا جماعه على قد السمنه، يعني مش بقلل زي ما اغلبنا بيعمل، لا انا بحط الدقيق على قد السمنه. وهوريك ازاي البشاميل بتاعي بيطلع كريمي ومستحيل يكلكع معايا ولا اي حاجه. طيب وانا بحمر الدقيق معايا او بشوحه بحط ايه؟ بحط معلقه توم باودر، معلقه بصل بودر، وبشوحهم مع الدقيق. وشمي بقى احلى ريحه، وما تستغربيش من الطريقه دي، جربيها بس وان شاء الله هتعجبك. يعني ما تحكميش على حاجه غير لما تجربيها ماشي. ومش هعمل لكم اي وصفه غير لما اكون واثقه منها مليون في الميه زي ما قلت لكم. طيب وهبدا اشوح الثوم البودر والبصل البودر مع الدقيق مع السمنه، واحط لهم كمان بشره جوز الطيب. يعني انا حطيت بشره جوز الطيب على البشاميل وحطيته على اللحمه المفرومه، ولو حابه تستغني عنه استغني عنه براحتك خالص، بس يعني ما انصحكيش، لا انصحك تحطيه. حطي حاجه بسيطه، مش لازم تحطي كتير، بجد بيفرق في الطعم جدا جدا. وهبدا بقى احمر الدقيق لغايه لما ريحته الحلوه تطلع معايا، واروح نازله باللبن على طول. واللبن بتاعي بيكون بارد يا جماعه مش سخن، بارد، يعني مش تغلي اللبن وتحطيه على الدقيق بصوا هيقفش معاكم وهيكلكع وهياخد وقت جامد على ما يفك معاكم. حتى بصوا انا كنت اللبن بتاعي في الفريزر طلعته، مش مشكله كله هيسيح مع السخونيه يعني. وبالمضرب اليدوي مش بالمعلقه ولا اي حاجه ولا بالسباتيولا ولا اي حاجه، لا بالمضرب اليدوي. وابداي بقى قلبي وشقلبي فيها كده، واروح مزوداها معايا شوربه. انا مش هزود الكميه كلها شوربه، انا احط جزء شوربه وجزء ميه ماشي. ليه؟ علشان ما تبقاش تقيله معايا قوي او ما تبقاش دسمه معايا قوي. خلاص انت بقى حابه تحطي الباقي كله شوربه مفيش مشكله براحتك. هنا بس كان في ايه طماطمايه كده، قشره طماطمايه يعني واقعه مني من الشوربه، شلتها على طول مفيش مشكله، مع اني كنت مصفيها بس تلاقيها كانت هربانه ولا حاجه. طول ما انا شغاله انا بقلب ماشي. فزي ما قلت لكم انا بزود ماء شوربه وميه، وساعات ميه بس مفيش مشكله. وهحط ايه؟ احط ملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده. حابه تزودي مرقه، مكعب مرقه يعني مكعب مرقه دجاج، زودي براحتك، انا مش هزود لان انا كده كده حاطه الشوربه بتاعتي، وكمان انا عاملاها بالسمنه البلدي فمش عايزه اضيع الطعم ده. خلاص بس حابه تحطي مكعب مرقه مفيش مشكله حطي. يلا طول ما انا شغاله عماله بقى اقلب اقلب اقلب. حابه تضيفي قشطه ضيفي، حابه تضيفي اي نوع جبن ضيفي، كريمه طهي ضيفي، كل اللي انت حابه تضيفيه ضيفيه، مش هيقولك لا.
شايفين بقى القوام بتاعي عامل ازاي؟ كريمي جدا جدا وخفيف. مش بحب البشاميل يكون ماسك وناشف كده. اول ما يديني الشكل اللي عامل زي الكرمشه بتاع الرز بلبن ده، يلا هطفي على طول. وهنا بقى سلقت المكرونه بالطريقه العاديه، بسلقها وبصفيها، بحط الايه في الميه، بحط ملح بس مش اكتر، وحطيتها في حاجه واسعه، وحطيت كميه حلوه من البشاميل، وهقلب المكرونه في البشاميل بالطريقه العاديه خالص. تمام. المكرونه اخر حاجه بعملها، يعني ببدا بالعصاج والبشاميل وبعد كده بعمل المكرونه علشان ما تبقاش ناشفه معايا. يلا جبت ولو محتاجه البشاميل تاني هضيف تاني. جبت الصينيه بتاعتي واروح حاطه معلقتين من البشاميل كده في قاع الصينيه من تحت، وانزل بجزء من المكرونه. ونصيحه يا جماعه، ما تحطوش مكرونه كتير، ما تخلوش قطعه البشاميل بتاعتكم سميكه، ما بتبقاش حلوه. ماشي، خلوها خفيفه كده وجوسي وبتبقى تحفه جدا. فحطيت طبقه يا دوبك تغطي بس قاع الصينيه او ارضيه الصينيه، وشكرا على كده. ماشي. فانا دايما بخلي طبقه البشاميل بتاعتي خفيفه وبتبقى حلوه قوي. والحمد لله كل اللي بيدوق البشاميل بتاعي بيقول لي عاملاه ازاي. وادي هنا بقيه العصاج احط. عايزه اقول لكم اني حاطه كميه كويسه من العصاج اهو، يعني مش حاطه حاجه بسيطه ولا حاجه، لا حاطه كميه كويسه. طبعا البصل والطماطم والفلفل الالوان يعني خلوا الكميه معايا كويسه. وهبدا احط بقيه المكرونه. بس مش يعني مش هحط طبقه كبيره، انا يا دوبك هغطي بس اللحمه المفرومه. خلاص. ادي صينيه، وهعمل صينيه تاني. وعايزه اقول لكم ان الصينيتين بهيس يا جماعه معلش، ان الصينيتين اللي انا عاملاهم كانوا كبار مش صغيرين. وما شاء الله العصاج زي ما قلت لكم كان حلو قوي، وكان فيه بركه الحمد لله. بفضل ربنا طبعا. طالما الاكل يا جماعه بيتعمل بحب والله العظيم بيبقى فيه بركه، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه. وهنزل ببقيه المكرونه، وزي ما انتم شايفين المكرونه معايا مش كتير. يعني الصينيتين دول كبار خدوا منك قد ايه مكرونه؟ خدوا مني كيلو واحد بس مكرونه، وقسمتهم على الصينيتين. يعني الصينيه خدت نص كيلو. بص بقى بقيه البشاميل بتاعي، كان عندي هنا جبنه موتزاريلا في الفريزر، طلعتها وهقلبها على بقيه الموتزاريلا، على بقيه البشاميل. خلاص. يعني انا ما حطيتش الجبنه الموتزاريلا على النار، لا انا حطيتها على الكميه بس بتاعه البشاميل اللي انا هحطها على الوش. خلاص. حابه تحطي كريمه طهي برضو بتبقى فظيعه قوي، بتبقى حلوه قوي. بس انا بصراحه ما حطيتش وما كانش عندي، فاستكفيت بالحاجه اللي موجوده عندي. حتى لو جبت حاجه من بره جبت حاجات بسيطه. يلا وهبدا احط نص الكميه في الصينيه دي ونص الكميه في الصينيه دي. ومش بضيف بيض، يعني انا ما ضفتش بيض خالص على البشاميل بتاعي ولا اي حاجه. وعايزه اقول لك لو هتحطي جبنه موتزاريلا على البشاميل، طب تطلعيها من الفريزر، يعني ما تحطهاش على البشاميل وهي مجمده، لا طلعيها من الفريزر، سيبيها تفك خالص، وبعدين حطيها علشان تديكي نتيجه كويسه جدا. ادي الصينيتين بتوعي، هبدا بقى اسوي الوش بتاعهم وادخلهم على الفرن يستووا بالطريقه العاديه جدا. واخش بقى ان شاء الله على الوصفه التانية على طول. كده اول وصفه عملناها باللحمه المفرومه، صينيتين من البشاميل. يلا الوصفه التانية هنعمل طريقه للفراخ تحفه جدا. جبت معايا هنا طماطم وبصل وفلفلايه واحده بس حاره، لو حابه مش حابه ممكن تستبدليها برومي وليمونه، وهضربهم في الخلاط او في الكبه. الليمونه هعصرها مش هحطها بقشرها. يلا ضربتهم وحطيت ايه بقى معايا هنا، باربيكيو حلو قوي لو موجود، ومعايا صويا صوص لو موجوده، معلقه من كل حاجه. طب لو مش موجودين حط معلقه عسل اسود، وما تقلقيش خالص على ضمانتي، هيديكي برضو نتيجه تحفه قوي. يلا معايا هنا بهارات لحمه، وبهارات لحمه استبدلتها ببهارات الفراخ لان بهارات الفراخ كانت خلصت عندي، فحطيت مكانها بهارات لحمه حلوه جدا ما تقلقوش. فلفل اسود، بابريكا عشان اللون يبقى حلو معايا، فلفل اسود، بابريكا، ملح، شويه كزبره. ماشي. وهحط ايه كمان، هحط زعتر. والزعتر في الفراخ فظيع يا جماعه، الزعتر اللي هو البري اهو زي ما انتم شايفين، هحط منه معلقتين، والمعالق دي صغيره مش كبيره. واظبط الملح بتاعي، واحط كمان شويه من الزيت، حوالي معلقتين من الزيت. واحط كمان معلقتين من صلصه الطماطم المركزه عشان اللون مش اكتر. واقلب الكلام الجميل ده كله. عايزه اقول لكم الخلطه دي والله يا جماعه فظيعه. ريحه التوابل مع ريحه الليمون اللي احنا حطيناه مع الزعتر، يا لهوي على الجمال، فظيع بجد. تتبيله للفراخ تحفه قوي، ممكن تعمليها وتتبلي بيها الفرخه وتشيليها في الفريزر،
تطلعيها تعمليها لوحدها زي ما انا هعمل، تطلعيها تحطيها على صينيه بطاطس فظيعه. الفراخ جبتها وغسلتها وسبتها تتصفى وعملت لها فتحات كده وحطيتها في الصينيه وهقلب عليها يلا التتبيله دي كلها اللي ريحتها هتقلب لك البيت كله. وهبدا بقى ايه اوزع التتبيله على الفراخ بتاعتي وادخلها في الفتحات اللي انا عاملاها. مش هضيف لها اي حاجه تاني ولا ماده دهنيه تاني، انا هستكفي بمعلقتين الزيت اللي انا حطيتهم ومش هحط اي حاجه تاني ولا ماده دهنيه ولا شوربه ولا اي حاجه. بصوا ولا الكلام اي حاجه تاني خالص مش هضيفها، هي زي ما هي كده هتنزل وهتستوي منها فيها. واغطيها وادخلها على الفرن. طيب هغطيها ازاي؟ هتشوفوا دلوقتي معايا حالا. اهو انا هنا بصوا يعني خليتها كلها تشرب من التتبيله بتاعتي، والقطعه اللي هي مش طايلها التتبيله يلا انا ظبطتها يعني. لايك بقى يا جماعه للفيديو، لايك للفيديو بعد اذنكم عشان ترفعوا الفيديو ماشي. الوصفات حلوه وتستاهل والحمد لله بسمع كومنتات كويسه. طب فين بقى، فين التفاعل وفين التعليقات الحلوه، فين اللايكات الحلوه، فين؟ فلايك يعني تكونوا مشكورين. بصوا بقى هنا جبت ورقه زبده وكرمشتها كده وبلتها وحطيتها علشان تمسك في الصينيه كويس وفي نفس الوقت عشان ما تتحرقش مني. واحط عليها ورقه فويل، ما ينفعش ابدا تحط الفويل على الاكل، لازم تحط بينهم ورقه زبده. طيب انا ما عنديش ولا ورقه زبده ولا ورقه فويل، خلاص غطي الصينيه بتاعتك بغطا محكم ودخليها الفرن وبرده هتديكي نتيجه زي الفل. هدخلها الفرن تستوي. خدت معايا قد ايه؟ خدت ساعه الا ربع. وبعد كده شلت الغطا ورحت مشغله الشوايه عشان وشها يحمر وشكرا على كده. ويلا بقى نخش على الوصفه اللي وراها على طول ان شاء الله. بصوا بقى كان عندي بطاطس كده نقيت منهم البطاطس اللي هي الوسط او الصغيره اللي فيهم ورحت ماسكاها مقشراها وغسلاها ومقوراها. وبصوا خليتها زي الفل قورتها. وهعمل بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. ادي تاني وصفه باللحمه المفرومه. بصوا بقى ده التقوير اللي هو طالع من البطاطس، وعلشان يطلع طعمه حلو هحط له شويه فلفل اسود وشويه بابريكا واقلبهم واسيبهم خلاص. والبطاطس اللي انا مقوراها دي بعد ما صفيتها من الميه هروح عامله لها ايه، قلياها يعني. بصوا ربع قليه في الزيت، مش نص قليه كمان، ربع قليه كده في الزيت قبل ما احشيها. ما ينفعش احشيها كده على طول. خلاص هنا بعد ما قليتها هجيب العصاج بتاعي واروح حشيها واحطها على طول وارصها. البطاطسايه اللي كنت بلاقيها كبيره كنت بقسمها نصين واعملها زي القوارب كده واحشيها. التوابل يا جماعه اللي احنا حطيناها في العصاج تحفه قوي، حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم لما تجربوها يعني. يلا هحشي بقى الكميه كلها وهقول لكم بعد كده هعمل ايه. لو حاجه بقى وقعت في الصينيه مفيش مشكله. انا عايزه اقول لكم ان التقوير اللي خارج من البطاطس ده بيتاكل وطعمه فظيع جدا طبعا لان احنا متبلينها ومطعمينها. اهو معايا هنا ايه بقى، جبت فصين توم وعملتهم كده ايه، حمرتهم في شويه زيت وطلعت كيس صلصه من الفريزر وحطيتهم يتسبكوا مع بعض ورحت مغطيه بيهم البطاطس على طول. طيب حابه تستبدلي الصلصه ببشاميل مفيش اي مشكله بتبقى حلوه قوي. حابه تحطي شويه جبنه موتزاريلا مع البشاميل اللي فوق البطاطس تمام قوي. بس انا النهارده عملتها ايه بصلصه لان كده كده عامله مكرونه بشاميل فعملتها بصلصه تمام قوي كده. وهروح مدخلاها الفرن ولو حابين في الاخر قبل ما تطفوا تشغلوا عليها الشوايه مفيش اي مشكله. يلا نخش على الوصفه اللي وراها. معايا هنا ايه بقى، السمبوسك. طلعت كيس سمبوسك من الفريزر وهحشيه باللحمه المفرومه ماشي. وطبعا الكيس ما شاء الله بيبقى فيه كميه حلوه قوي فبياخد كميه من اللحمه المفرومه. يبقى دي ايه، تالت وصفه عملناها باللحمه المفرومه. بصوا دي طريقتي في حشو السمبوسه. حابه تحشيها على طبق اللي يريحك، حابه تحشيها على ايدي كده. انا بعملها زي القرطاس الاول وبعد كده بلفها بمنتهى السهوله على ايدي. بصوا اهي هي كده تحسوها ان هي ايه بتلف مع نفسها، سهله جدا وبسيطه. وممكن بعد ما تخلصي الكميه كلها تفرزيها لاي وقت تطلعيها تحمريها. بصوا عامله هنا ايه، معلقه دقيق على معلقه ميه ومقلباهم ويا دوبك بس هبدا اقفل بيهم الطرف بتاع السمبوسه وخلاص اهو. حابه تحشي جبن احشي جبن براحتك، اي حشوه انت حباها احشيها. بس انا طالما عندي كده كده لحمه مفرومه يلا ايه هحشيها باللحمه المفرومه. انما هي يعني في حشوات كتير قوي للسمبوسه.
لو في بقى واحده اتقطعت منك في النص ولا حاجه مفيش مشكله، ما ترميهاش، حطيها مع واحده تانية واحشيهم الاتنين مع بعض، مفيش اي مشكله عندك. اهو بصوا سهله وبسيطه وما خدتش مني وقت خالص. هعمل الكميه كلها واوريها لكم. بس وادي الكميه اللي انا عملتها. ممكن زي ما هي كده زي ما بقولك تفرزيها في الفريزر وتخليها تقعد، وقت ما تحتاجي منها تاخدي وتطلعي. انا هحمرها في الزيت، حابين تعملوا لها مسحه زيت وتدخلوها الفرن وتقلبيها وهي في الفرن مفيش اي مشكله، اعملي اللي انت عايزاه. والاكل بتاعنا خلص النهارده. كان عندي هنا كيس ممبار طلعته وحمرته، وادي السمبوسه بعد ما اتحمرت، احنا بنحبها متحمره في الزيت. عملت شويه صلصه وعملت شويه بتنجان مخلل تحفه قوي، فكانت الحمد لله صحتين وهنا على اللي كلهم. وادي صينيه المكرونه البشاميل، شايفين وشها احمر من غير بيض ولا اي حاجه ازاي، ولسه كمان في صينيه في الفرن ما طلعتهاش. وادي صينيه الفراخ فظيعه يا جماعه، تتبيله رهيبه، لازم تجربوها ان شاء الله. يلا اللي اول مره يشوف القناه اشتراك في القناه وتفعلوا كلمه الكل وتفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله يوصل لكم الاشعار بتاعه. ولو عجبكم الفيديو بقى كومنت حلو كده عشان ان شاء الله انزل لكم الفيديو اللي بعده على طول. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم والوصفات تكون بتعجبكم، واللي ليه اي وصفه عايزني اعملها له يكتبها لي ان شاء الله هعملها له على طول. وصحتين وهنا عليكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.